بقى لنا 6 شهور ما صرفناش، هل يستقيم الامر وانا بلف طول الليل على سولار عشان وهكذا؟ يعني في امور كثيره وامور يعني كان يعني الناس بدات تدير ظهرها للحوار. فطالما ان لغه الحوار انتهت اعتقد يبقى في لغه ثانيه غير لغه الحوار. اتمنى ان تستمر لغه الحوار. بنشكر سيادتك على هذا الايضاح الحقيقه الهام. دكتور عبد الستار، اثار كثير من النقاط الاستاذ عبد الله غراب، حضرتك علق لنا بقى عليها. يعني هو مش احنا ابتدينا اول مره نطالب باعاده تكليف الرغيف من سنه 2006، ده من الثمانينات واحنا بنطالب باعاده تكليف الرغيف لغايه ما توصلوا في 2006 على من بعدها برضه ما كانش مرضي، بيطالبوا باعاده تكليف سعر الرغيف. اعاده تكليفه يعني نحسب عناصر التركيبه بتاعته، العناصر كلها ارتفعت، الغاز ارتفع واللي بيشتغل بالغاز، السولار ارتفع اللي بيشتغل بالسولار، العمالة ارتفعت، الملح ارتفع، المية ارتفعت، الكهرباء ده زادت، كل ده زاد. ولا يمكن يبقى هو هيستمر بنفس التكاليف، لازم يعاد التكاليف كل فترة. هنا الحكومة ملتزمة انها عاوزة تبيع الرغيف ب5 قروش. يبقى هل هتبيع الرغيف ب5 قروش واللي يتحمل فروق الزيادة كلها صاحب المخبز؟ ما ينفعش. انت الحكومه عاوزه تبيع الرغيف ب5 قروش، وان كنت انا بشوف ان الموضوع ده ما عادش معقول دلوقتي ان يبقى فيه 20 رغيف بجنيه، بينما الناس بتاخده يعني ارخص من علف الحيواني. اي حاجه هياخدوا يستخدموا اي استخدام. طيب الحكومه لاسباب سياسيه مش عاوزه تزود سعر الرغيف، عاوزه يستمر بهذا الثمن، يبقى هتضطر تزود رقم الدعم، لانها هتضطر تزود يعني تصرف اكتر علشان ما يتحملش صاحب المخبز. النهارده الحل اللي بيتعمل كويس لو الحكومه قدرت تنفذه. صاحب المخبز ملوش دعوه، هو بيستلم كميه دقيق وبياخد تكاليف تشغيل الشوال كذا، تحسب له تكاليف تشغيل الشوال ويعاد النظر في هذه التكاليف كل فتره عشان يشوف انا النهارده انا عشان اشغل شوال 100 كيلو واطلع منه 1000 رغيف وشويه مثلا، هيكلف كام كهرباء وكام عماله وكام ملح وكام ميه وكام ايجار الى اخره، وكام الايادي اللي بتتداوله، هيكلف 100 جنيه 200 جنيه زي ما هيكلف. يبقى اقول لصاحب المخبز ادي 10 شوله وادي ثمن تشغيلهم، وتسلمني في النهايه كذا رغيف، اخر اليوم تسلم لي كذا رغيف، او على مدار اليوم تسلم لي كذا رغيف. ومن زمان احنا بنطالب بفصل الانتاج عن التوزيع. بالظبط. لانه هو بيحط، هو بينتج، ما تعرفش انتج كام رغيف، خد 10. لازم العمليه اصلها يعني مغريه ان انا بديله شوال ب15 جنيه ولا ب16 جنيه ويقدر يبيعه في السوق ب 300 400 جنيه. وبعدين ما دام ما فيش رقابه وشايف نفسه بيخسر، لازم هيسرب شويه من الشويه بالظبط دي عشان يغطي تكلفته. لا يمكن هتقدر توقف. بالظبط. لكن ظبط المسائل وخلي الراجل ما يخسرش. وفي الحاله دي لما يبقى يطلع رغيف بقى تقطع رقبته، في الحاله دي هو مش هيطلع رغيف بره او كيلو دقيق بره. انت بتقول له انا بسلمك كذا شوال وتمن تشغيل الشوال قد كده، اتفضل ادي كذا الشوال وادي ثمن تشغيلهم، واستلم منك اخر النهار كذا كذا رغيف بالمواصفات 1 2 3 4، وزي ما قال الحاج عبد الله لما يبقى يطلع له رغيف مش مظبوط يبقى ما ياخدوش منه ويتحمل هو. بس هو اثار الجزئيه نقطه مهمه جدا، قال لك احنا شركاء مسؤوليه ومفيش حد بيستشيرنا. حضرتك كمستشار الاتحاد العام للغرف التجاريه شايف ان المنظمات زي الغرفه التجاريه دي يعني ديكور للشكل العام لمنظمات الاعمال؟ امال هو الحاج عبد الله فين؟ بيشتغل فين؟ ما هو في الغرفه في الغرفه. ما انا فاهم، هو رئيس غرفه الجيزه وعضو يعني مجلس اداره الاتحاد ورئيس الشعبه. تاخد حاجه لو رجعت لمنظمات الاعمال ورؤساء الغرف مضوا وراهم او اتفقوا مع بعض، اعتقد كل اللي تابع ليهم هيشتغل معاهم. احنا كنا زمان، مش عاوز اقول في العهد السابق، ما فيش قانون مرتبط بالحياه الاقتصاديه او الحياه التجاريه بيصدر الا لما كان مجلس الشعب بيبعت للاتحاد والاتحاد الصناعات والجهات المختصه يحضروا جلسات استماع في اللجنه الاقتصاديه او اللجنه المعنيه بمناقشه القانون، ويتناقش القانون مع وجود ممثلين لنا ما هماش اعضاء في المجلس، لكن كانوا بيحضروا ممثلين منظمات الاعمال ونناقش القانون عشان في النهايه ما يطلعش القانون وثاني يوم نطالب بتعديله. بالظبط. فاحنا كنا معاك بنشترك باستمرار، رغم ان في مثلا كان في رجال اعمال موجودين في البرلمان عادي اعضاء في البرلمان، لكن كان برضه لو جه اي مشروع قانون بيدرس كان لازم بيدعى المنظمات الاعمال المختصه يحضروا مناقشته في اللجنه الاقتصاديه اولا، ثم بعد كده لما بيخلص ويروح من اللجنه الاقتصاديه للبرلمان لو في اي ملاحظات برضه بنكتبها ونبعتها للمجلس نقول له ده في ملاحظه كذا 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 كذا. وده مش من مصلحه رجال الاعمال بس، ده من مصلحه الحكومه
عشان ما تطلعش قانون وبعدين نرجع نعدله بعد يومين ثلاثه. يعني القوانين بتتصف بالمرونه، لكن مش المرونه القانون يطلع النهارده ويتعدل بكره او يتلغى بكره. بالظبط، لمصلحه الكل عشان تستقر الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه في البلد. يعني احنا، انت حضرتك بتقول الغرف، احنا ما احنا كل المشاكل بتاعه الاسعار وكل السلع، سواء سلع غذائيه او استراتيجيه. انت فاكر من حوالي مثلا 5 6 سنين كان سعر الاسمنت كان في السوق كان او ب 200 وشويه ونط ل 300 350، فقامت الدنيا وقعت. وجبنا برضو شعبة مواد البناء وعملنا اجتماعات وجبنا شركات الاسمنت كلها لازم ترجع، والمهم رجعوا تاني ل 300 وحاجه. وياما قلنا ان طن الاسمنت بيتكلف حوالي 120 جنيه 150 جنيه بالكتير وقتها. يبقى يعني لما تبيعه ب 300 كويس قوي. بالظبط. طب النهارده فجأة الاسمنت طلع ل 650 جنيه. افرض ان التكاليف زادت. هم اولا الكلينكر بيجيبوا من هنا من المحجر، بيدفع اتاوه ملاليم، زودوها شويه لكن ما زالت ملاليم. مهما ما كان سعر الغاز او الطاقه هنا ارخص من بره، الايدي العامله برضه لسه ارخص من بره، وبالتالي انت في النهايه هات اساتذه التكاليف زي ما بنحسب للرغيف كده تكلفته، هات اساتذه التكاليف واساتذه اقتصاد واساتذه من كليه الهندسه ويحسبوا الطن يتكلف كام. عشان ما يبقاش في ارباح الافيال. وبعدين تبص تلاقي الطن النهارده لو قلنا مع زيادات الاسعار اللي موجوده في الكهرباء وفي الغاز وفي السولار وهيدوا له مش مدعم وهيعمل له مش عارف ايه، كل الكلام ده عمره تكلفه الطن ما هتزيد عن 250 300 جنيه ابدا. يبيعوا ب 650 ليه؟ ومرشح ان يبقى ب 700. ايامها انا قلت ان الحكومه اخطات خطا استراتيجي شديد كبير انها خصصت مصانع الاسمنت وبعتها كلها اجانب. انت بعت مصانع تقريبا اسمنت كلها ليه؟ ما هي كانت ديل جام. يعني لما كان الاسمنت ب 400 وب 500 كانت شركه ترى ومش عارف ايه بتبيع ب 300. وفي مصانع الجيش شويه ممكن توزن. والجيش طب انت كان عندك لجام ملجم بيه السوق، تبيع دول ليه وانت كنت بتكسب؟ مصانع كانت بتكسب كويس قوي، بتبيعها ليه؟ يقول لك ما هو عشان خصخص. يا عم ما اللي جاي يخصخص يعمل مصنع جديد يستثمر طب جديد. اسمح لي اسمح لي اقول لك النقطه دي واروح للاستاذ محسن. حضرتك قلت ان الشركات